السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم عندنا وصفة بسيطة جدا وتجي بنينة بزاف وتتوجد في وقت وجيز، اللي هي قراطة بالشوفلور والبطاطا. كما تشوفوا خدنا كمية من البطاطا قطعناها مربعات، والشيفلور غليناه قطعناه وغسلناه وغليناه مع ورق الرند وشوية خل، نوضعوا له 2 ملاعق خل مع الملح. بعد ما يطيب نصفيوه، ثم ناخذ البيض والتوابل على بضعة الثوم مربي، الملح أكيد، العكري الأحمر، الكمون التوابل تاع الشاورما. نخلطوهم، نوضعوا الشيفلور فيهم ونقلوهم. وبالنسبة للبطاطا أيضا قطعناها مربعات وقليناها كما تشوفوا. شوفوا الشيفلور بعد ما قليناه كيفاش يخرج. نوضعوه كامل في البلا اللي نكونوا دهناه. نزيد نوضع البطاطا كامل، يعني البلا ندهنوه بالزيت ونحط كامل الشيفلور، نحط البطاطا المقلية، ثم نحط عليهم خليط اللي مكون من البيض، لا كريم فريش، ونديرو شوية ملح وفلفل الكحل كما تشوفوا هنايا. البيض تقدروا توضعوا 3 4 يعني على حسب الكمية اللي تحبوها. ثم ضفنا علبة تاع كريم فريش أو الكريمة الطازجة، أي نوع تحبوا. قلنا التوابل، شوية ملح، وتوابل بالنسبة للتوابل وضعت فلفل الكحل وتابل الشاورما. نخلطوه مليح، واللي يحبوه حار يقدر يضيف عكري الحار مع التوابل نتاع الشيفلور. ثم نفرغ هذا الخليط على البلاط تاعنا، نرشوه بالفورماج رابي من الفوق أو الجبن المبشور، ونوضعوه في الفرن. يجي طبق خفيف بزاف بنين، يعني حتى اللي ماشي موالف ياكل الشيفلور ياكلو. ثم نوضعوه في الفرن على درجة 180 حتى 200 درجة، توضعوه يشد روحه فقط، ثم يقدم. تقدري تقدميه مع سلطة. الوصفة سهلة وبسيطة وتجي بزاف بنينة، نتمنى تجربوها. شوفوا إذا النتيجة كيفاش خرجت، يجي بزاف بنين وخفيف. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتنجحوا فيها. إلى اللقاء في فرصة أخرى.